حيرة ريبييرو في التشكيلة اللي هتبدأ قدام ميسي في افتتاح كأس عالم للأندية حيرة مبررة جدا، وحيرة جمهور النادي الأهلي مبررة أكتر، وتخوف الجمهور مبرر أكتر وأكتر. تخيل معايا كده بتدرب النادي الأهلي، وأول مباراة رسمية ليك بتلعب قصاد انتر ميامي، الفريق اللي بيمتلك ميسي اللاعب الأعظم في التاريخ، في افتتاحية كأس العالم للأندية في النسخة الأولى لأقوى شكل من اشكال كاس العالم للانديه. المباراه دي المفروض ان هي مباراه ساعدك وهناك، لانها هتخليك عالمي وكل الناس تتفرج عليك، ولكن لسوء حظك هي مباراه بتيجي بعد اقل من 3 اسابيع من توليك مسؤوليه النادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط والمنطقه العربيه. حيرتك هتكون مبرره لان انت لسه ماسك الفريق، ولاعيبه النادي الاهلي لسه ما شربتش اسلوبك وما فهمتش استراتيجيتك وما عرفتش افكارك بشكل كامل. وفي نفس الوقت اللعيبه اللي النادي الاهلي جايبها علشان تساعدك بكواليتي ممتاز جدا زي زيزو وتريزيجيه واحمد رمضان بيكام واشرف بن شرقي، كل اللعيبه دي ما دخلتش وانسجمت مع بعض، بل بالعكس اهم 3 فيهم لسه منضمين حديثا. حتى ديانج وحمدي فتحي اللي المفروض جزء من الفريق كانوا بره ولسه راجعين، حمدي فتحي بقاله 2 3 وديانج بقاله موسم كامل بعيد عن الفريق، يعني حتى دول كمان محتاجين الانسجام اللي المفروض يكونوا عليه في مواجهه زي دي وبالاهميه دي. عايز تعرف حجم الحيره اللي الراجل ده فيها؟ تخيل ان الحيره دي بادئه من مركز حراسه المرمى. راجل جاي بافكار واضح جدا ان اهمها انه بيعتمد على البناء من الخلف، وانه بيعتمد على حارس المرمى اللي بيلعب رجليه كويس كجزء في التحضير والبناء للهجمه. بيجي علشان يلاقي نفسه بيمتلك الحارس الاهم في مصر، حارس المنتخب الاول محمد الشناوي، حارس محدش يقدر يشكك في فنياته على الرغم من تحفظنا على مستوياته في الفتره الاخيره، ولكن اللي كلنا عارفينه بما فينا محمد الشناوي ان كورته على الارض مش كويسه، وان مشاركته في بناء الهجمه هتكون ضعيفه جدا لان كورته مش كويسه. في نفس الوقت بيمتلك حارس شاب اسمه مصطفى شوبير، بيمتلك الشخصيه والخبرات المعقوله اللي تخليه قادر على حراسه مرمى النادي الاهلي، وكورته على الارض كويسه وبيقدر يشارك في بناء الهجمه وفي تحضير اللعب. القصه هنا حيره. ابدا بخبرات محمد الشناوي، الحارس اللي ابدى كفاءة في كل المواقف الصعبة، الراجل اللي كان أول مباراة رسمية دولية ليه في كأس العالم أمام أورجواي، ولا أبدأ بحارس شاب هيخدم طريقتي وأنا متأكد جدا من إنه جودته على الأرض ممتازة، زائد إنه جودته كحارس مرمى الكل مجمع على إنه حارس مرمى. ولو رحنا على خط الدفاع هتلاقي إن الحيرة أزيد، على الرغم إنها تبدو مش بنفس القدر. لما يبقى عندك سيرد باك او مساك بحجم اشرف داري، راجل حاصل على المركز الرابع في كاس العالم للمنتخبات وبيلعب في احد اقوى المنتخبات العربيه والافريقيه، بيلعب في منتخب المغرب الحاصل على المركز الرابع في كاس العالم الاخيره. عندك حد بالجوده دي ولكنك عارف ان مهاراته على الارض برضه ما بتخدمش، راجل قوي وبيقدر يستخلص الكوره وجامد جدا في الالتحامات، ولكن كورته على الارض والخروج بالكوره ما تخدمش اسلوبك. هل هتبدا بيه ولا هتبدا بواحد زي احمد رمضان بيكم اللي كلنا شفنا قد ايه هو قادر على الخروج بالكوره والاحتفاظ بيها تحت ضغط واللعب بشكل جيد جدا، حتى في مباراه باتشوكا وهو بيلعب اول نص ساعه ليه مع النادي الاهلي. ولكن كمان لازم تبقى فاهم ان احمد رمضان بيكم لسه منضم حديثا للفريق. هل وجود احمد رمضان بيكم هيأثر على هارموني الفريق ولا لا؟ في نفس الوقت هتلاقي ان انت عندك ياسر ابراهيم، راجل سردباك محترم قوي جدا في الالتحامات، عنده قلب ورجوله وكل حاجه، ولكن برضه عنده مشكله في الخروج بالكوره وان كورته مش احسن حاجه. عندك مصطفى العش، راجل اشول وبيخدم طريقه اللعب، بس عنده مشكله كبيره جدا في الخبرات وفي السرعات، ولكن هو بيقدر يلعب كرة على الارض وبيحضر وبيساهم في بناء الهجمه افضل من اشرف داري ومن ياسر ابراهيم. حتى الحيره راحت لمركز الباك ليفت اللي اوريدي احنا عندنا فيه مشكله. كريم الدبيس، الراجل اللي بيقدر يلعب كوينج باك او باك ليفت طاير زي ما بيقولوا، ولا احمد نبيل كوكا الراجل اللي اصلا مركزه مش باك ليفت ولكنه بيلعبها لانه بيجيد النواحي الدفاعيه اكتر من كريم الدبيس، ولا هتروح ليحيى عطيه الله الراجل اللي بيلعب باك ليفت وده مركزه الرئيسي، حتى كان بيلعبها في منتخب المغرب وفي الوداد الرياضي المغربي. كل ده بيودينا ان في حيره كبيره جدا. الاهلي عنده كواليتي مختلف ومتنوع يخدم اي فريق ويخدم اي افكار لاي مدرب، ولكن للاسف الراجل لسه جديد على اللعيبه واللعيبه لسه جديده عليه وعلى افكاره. كل ده بيخلينا نشوف ان الموضوع فيه حيره، وحيره كبيره مش قليله. حتى ناحيه اليمين انا بشوف ان هي الناحيه الاكثر ثباتا واللي الكل مستقر ان محمد هاني هو الباك رايت اللي مفيش خلاف عليه.
عمر كمال من وجهة نظرنا كلنا كان راجل جاي علشان ياخد المركز ده من محمد هاني ويهدده وينافسه، الا ان بصراحة عمر كمال بيعيش واحدة من اسوأ فتراته، على الرغم من اني بشوفه واحد من اهم اللعيبة الموجودين في الدوري المصري، وانه محتاج يقف وقفة مع نفسه ويرجع لنفسه ويرجع يلعب كورة بدون ضغوط، لانه لعيب عنده كواليتي محترمه. لو رحنا بقى الخط الوسط فحدث ولا حرج، عندك مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان وديانج وحمدي فتحي وامام عاشور، كل دول بيقدروا يلعبوا مركز 6 ومركز 8، كل دول بيقدروا يفيدوا، ولكن المشكله الكبيره ان كل واحد فيهم عنده شكل وبروفايل مختلف تماما عن التاني. ان انت تدمج البروفايلات اللي عندك دي وتخليهم يندمجوا وينسجموا كفريق واحد، وانك تختار منهم 2 او 3 لعيبه هم دول اللي هتبدا بيهم، دي مأساة. هل هتبدا بدبل 6 فتلعب بمروان وديانج وقدامهم محمد علي بن رمضان او امام عاشور، ولا هتلعب ب 4-1-4-1 فتلعب بديانج وقدامه يبقى فيه 2 محمد علي بن رمضان وامام عاشور؟ طب هل هتلعب بحمدي فتحي مركز 8 ولا رقم 6 جنب ديانج؟ طب هل هتلعب بمروان عطية رقم 6 لوحده وتحتفظ بديانج، ولا هتلعب بمروان عطية ومحمد علي بن رمضان بحيث ان محمد علي بن رمضان يلعب 6 ويزيد 8 في نفس الوقت؟ كل دي افكار وحاجات بتخليك محتار، حيرة جميلة جدا، ولكن بما انك لسه داخل على الفريق فالحيرة دي بتبقى صداع في دماغك. لما نروح للأجنحة هتلاقي ان انت عندك تريزيجيه واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، 5 لعيبة كلهم ممتازين، كلهم ممتازين وكلهم يقدروا يأدوا، بس انت محتاج اللي يفيدك في تنفيذ افكارك. هل هتلعب بتريزيجيه واحمد سيد زيزو، ولا هتلعب بتريزيجيه وحسين الشحات؟ طب هتلعب بتريزيجيه وتخلي اشرف بن شرقي على الخط، ولا هتلعب بتريزيجيه ناحيه اليمين وتخلي اشرف بن شرقي موجود في الملعب؟ طب هتلعب باشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو؟ طب هتلعب باشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر؟ طب هتلعب بطاهر محمد طاهر وتريزيجيه؟ كل دي خيارات كلها جميله وكويسه، ولكن انت هتلعب واحده من اهم مبارياتك في كاس العالم للانديه، ان ده الفريق اللي كلنا بنطمح ان احنا نكسبه ويكون انطلاقه قويه جدا للنادي الاهلي في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. خلينا نروح لمركز المهاجم. مركز المهاجم انا بشوف ان هو الاكثر استقرار، وجود اسامه ابو علي كمهاجم اساسي وجراديشار كمهاجم قوي وبديل، ده بيخلينا مرتاحين للمركز ده والحيره فيه قليله شويه، الا ان طريقه لعب ريبييرو بتقول انه بيحب المهاجم يشارك كمان في اللعب وصناعه المساحات. لو هو ده اللي ناوي يعمله في انتر ميامي هيبقى محتاج جراديشار اكتر من اسامه ابو علي، خاصه ان اسامه ابو علي لسه جاي من مباراه منتخب فلسطين اللي خرج فيها من تصفيات كاس العالم، واكيد راجع بمعنويات في الارض. فهل انت هتبدا باسامه ابو علي ولا هتبدا بجراديشار؟ خد بقى في اعتبارك ان جراديشار خرج من مباراه باتشوكا مصاب، عنده مشكله مش كبيره في العضله الاماميه، هل هيكون جاهز لمباراه انتر ميامي ولا لا؟ بعد كل الحيره دي، شايف ان الراجل ده محظوظ انه بيدرب النادي الاهلي في الفتره دي ولا عنده مشكله؟ لو انت عندك افكار غير اللي اتطرحت يا ريت تكتبها لي في الكومنتات، ويا ريت كمان تعمل لنا لايك وشير وتخش في القناه وتشترك. السلام عليكم.